قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يوم الاثنين تأجيل جلسة محكمة السيدة المتهمة برمي أطفالها الثلاثة من سطح أحد العمارات السكنية بحي أناسي إلى 14 دجنبر المقبل. وكشف مصدر أن الجلسة تم تأجيلها إلى 14 دجنبر المقبل بعدما طالبت هيئة الدفاع بضرورة إحضار المتهمة إلى جلسة المحاكمة. وأضافت مصادر أن الهيئة الدفاع بررت طلبها بكون السيدة المتهمة تعيش وضعا نفسيا صعبا منذ الحادث المأساوي. وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها قد أمر بمتابعة الأم المتهمة في حالة اعتقال وإيداعها بسجن عكاشة بالدار البيضاء بعدما وجهت لها تهمة الشروع في القتل العمد في حق أبنائها. وخلف الحادث الذي هز مدينة الدار البيضاء خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية إصابة رضيع كان يبلغ من العمر آنذاك 8 أشهر بردود خطيرة في الرأس وباقي الجسد، في حين كان أخويه أحسن حالا منه، حيث رقد الجميع بقسم العناية المركزة تحت إشراف طاقم طبي متكامل قبل تماثلهم للشفاء.